السلام عليكم ورحمة الله في تالت حلقة من حلقات القيادة على خطى القادة. قصتنا النهاردة مع سيدنا عمر بن الخطاب اللي كان جاي له تجار من بره وقرر ان هو هيقعد معاهم الليلة دي، ومن حيث ان هو برضه يحرسهم. وهم قاعدين سمع عمر بن الخطاب صوت طفل بيعيط عياط جامد جدا ومش بيسكت خالص. فراح قام لأم الولد وقال لها: اتقي الله وأحسني إلى ابنك، يعني اهتمي بيه شوية. وخلاص رجع مكانه شوية ولقى إن الموضوع بيتكرر تاني، والولد برضو بيعيط جامد وكأنه متساب خالص. فراح لها تاني وقال لها نفس الكلام ورجع مكانه، لحد بقى ما وصل لآخر الليل والولد ما زال على نفس الوضع بيعيط جامد. فما استحملش من حرصه ومن المسؤولية على الولد الصغير، فراح لها وقال لها: ويحك، مالك مش مهتمة بيه خالص؟ ما بيسكتش خالص طول الليل ليه؟ فراحت قالت له: اصل انا بحاول افطمه طول الليل. فقال لها: انت بتحاولي ليه؟ فردت عليه بقى هنا وقالت له: عشان عمر مش بيفرض المال غير للي اتفطمه. ولما عرف ان سنه لسه صغير على الفطام، قال لها في ساعتها: ما تعجليش الفطام، وقفي الفطام. وكان وقت بقى صلاة الفجر، فراح صلى الفجر بالناس. ويقال ان الناس ما كانتش عارفة تسمع ولا تفسر الآيات قوي من كتر ما هو كان بيبكي. فأول ما ختم الصلاة قال: يا بؤسا لعمر، بيأنب نفسه من أثر القرار اللي هو أخده، ومن هو عارف ان هو مسؤول. فقعد يفكر: انا قتلت كام واحد من اولاد المسلمين او اذيتهم؟ وفورا امر المنادي. ما كانش عندهم بقى واتساب ولا اللي هو سبيكرز بقى وقتها، ان يقول لكل الناس ما تعجلوش بالفطام بالعافية، وان احنا فرضنا الفلوس لكل مولود في الاسلام. وكتب ده لكل المناطق وبلاد المسلمين في ساعتها. في ثانية اخذ القرار وغير القرار كمسؤول انه يفرض المال لكل مولود. فانا هنا بقول لك: القائد او المدير او الشخص المسؤول او الموظف المسؤول عن الناس، اللي عنده مسؤولية عن الناس، اللي زي ما بيقولوا في leadership position، محتاجين نشوف ايه اللي حصل هنا. ده امير المؤمنين اللي عيط سمع للست وما كبرش وغير في قراره طالما حس بالمسؤولية. امير المؤمنين اللي عادي مفيش مشكلة انه يصلح قراره طالما حس ان في ممكن يكون غلط، غير قراره. امير المؤمنين اللي عادي ما قالش ايه المشكلة ان انا آم، في قراري. فهنا هو تحمل المسؤولية، وده من اثر الاهتمام بالرعية او الاهتمام بالناس. فده قمة صفات القيادة. فلو انت شخص او مدير مسؤول عن ناس، انت محتاج تسمع للناس ومحتاج تهتم بالناس، وتبقى مسؤول مسؤولية كاملة عنهم. وبناء على اللي انت بتسمعه وتشوفه، شوف انت اذيت حد ولا لا، وشوف انت قرارك محتاج يتغير ولا لا. ولو انت اذيت حد بقرارك اللي انت ما كنتش ممكن تقصده، ان ما كنتش متوقع ان ده هيبقى اثره، فصلح قرارك فورا فورا، مش كمان كام سنة او مش لما تشوف. وهو ده جزء من القيادة، جزء انك انت تبقى شايف ان عادي جدا، ده مش هيصغرني، ده بالعكس دي مسؤوليتي ودي حاجة تكبرني. وسواء هتصغرني او تكبرني، هو ده الصح. ده جزء من القيادة، وان احنا نمشي فعلا على خطى القادة.